كل ما نيجي نحكي فرجات بتطلع لنا في اضالة. خذوا القصه بما انه احنا داخلين على موسم رمضان. امبارح صاحبي بيحكي لي محتاج بنطلون، تعال معي نشتري. رحنا على محل، فتنا قاسة بنطلون، طلع البنطلون كبير، طلبنا نمره اصغر. صاحب المحل حكى لنا ما فيش، خذ لون ثاني. ولكن احنا معنيين بلون معين. شافنا بدنا نطلع له، بنادى على صاحبه وبكل بساطه بقول له بفتح لك سير جديد من اللي مخبيه من الموسم، وبجيب لك النمره اللي بدك اياها، ولكن حيكون بفرقيه، يعني حيكون اغلى. بدل 55 زي ما اتفقنا حيكون ب 75 شيكل. ما رضيناش طبعا. فحكى لنا بكره هذا البنطلون في الموسم مش حتاخده ب 100 شيكل. فاتضح انه هو وباقي التجار بخبوا البضاعه عشان يستغلني ويستغلك. وهذا نبذه بسيطه عن الفجور اللي بيعملوه تجار الملابس، اللي هو شيء ثانوي بالنسبه للحياه اللي بنعيشها. فما بالك انه جاينا شهر رمضان، فهل فكرك المواد الغذائيه حتكون بسعرها الطبيعي؟ مش فاهم ليش مصرين تاكلوا بالحرام وترجعونا لايام الحرب والاستغلال. بس لمين تشكوا وانت ابوك القاضي؟ مين السامح لهم يعملوا هيك؟ كونوا محترمين وخافوا الله، مش بكفي اللي صار فينا كمان انتم.